الناس اللي عايزة تيجي كندا وبتقول مثلا بالنسبة للمساجد وبالنسبة للصلاة وكده، فالمساجد هنا زي ما انتوا شايفين كده متاحة، وتقدر ان انت تصلي كل الفرائض بتاعتك في المسجد لو انت حابب، حتى في صلاة الفجر. ده طريق عمومي زي ما انتوا شايفين كده، ده الطريق العمومي او الطريق السريع، وده المسجد على الطريق السريع، مسجد عائشة. وادي المسجد اهو ما شاء الله، اللي اتكفل وقام بفكرة بناء المسجد عن طريق شيخ باكستاني اسمه الشيخ أسد، وهو بيعمل تبرعات، بيلم تبرعات وبيعمل بيها مساجد. ده الشيخ أسد، وده المسجد اللي هو عمله هنا عشان يساعد بيه الجالية المسلمة. ربنا يجعله في ميزان حسناته إن شاء الله. ده المسجد من الداخل إن شاء الله. كمان في رمضان بيبقى فيه وجبات ومساعدات. ده المسجد من الداخل، مسجد ما شاء الله كبير جدا، وده اللوكيشن بتاعه على الطريق السريع نياجرا فولز. والناس هنا بيلموا تبرعات 650,000 دولار عشان خاطر يعملوا مسجد، فتقدر ان انت تتبرع علشان خاطر طبعا هو ما يقدرش او ما عندوش القدرة ان يعمل المسجد من المال كله يبقى من جيبه، يعني انه غالي وغالي جدا كمان. فتبرعات طبعا المسلمين بيتعاونوا يتبرعوا. وده المسجد كمان في تحفيظ قرآن زي ما انتوا شايفين كده. هنا بيبقى في شيخ بيحفظ الأطفال قرآن، وفي مصلى سيدات، ده مصلى السيدات. ما شاء الله يعني بالنسبة للناس اللي مهتمة انها تهاجر لكندا او تيجي كندا، في مساجد وفي تحفيظ قرآن وفي دروس علم. والمسجد زي ما انتوا شايفين كده. وهنا تقدر ان انت تتبرع بالكريدت او بالديبت كارد بتاعتك لو ما عندكش كاش. ودي صناديق الزكاة والمال. فما شاء الله حاجة كويسة جدا، ربنا يجعلها في ميزان حسنات المتبرعين والناس اللي بيتعاونوا وبيساعدوا. وربنا سبحانه وتعالى بيقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان. فالناس اللي عايزة تهاجر لكندا وخايفة تتوكل على الله، وزي ما في سلبيات لا في إيجابيات، وإيجابيات كويسة جدا كمان. فاستعينوا بالله ومفيش أي مشكلة. وأتمنى إن الناس تكون عجبتها الفكرة. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس على اليوتيوب علشان خاطر يوصلك كل جديد.